السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه الفيديو ده فيديو اتأخر من 10 ل 11 سنة تقريبا. الفيديو ده هيبقى مفيد قوي وهيبقى رايح قوي كمان للأودينس بتاع الطلبة اللي داخلة تالتة ثانوي أو اللي هي currently في تالتة ثانوي، وكمان بالنسبة للناس اللي زي حالتنا العواجيز هيبقى الموضوع بالنسبة لهم هو أكتر ان انت مثلا بتسمع تجربة شخص ما في مرحلة معينة من حياته، هو عمل فيها ايه ومر فيها بايه وازاي كان بيتعامل معاها، وبتحاول تريليت هل الموضوع ده انت مريت بحاجات مشابهة، هل انت عملت نفس الحاجة، طب هل ازاي الشخص ده عمل الحاجة دي وهكذا. انا يمكن اتأخرت شوية في حتة ان انا اتكلم عن انا عملت ايه في ثانوي، مع ان ده يعني كانت مرحلة فارقة في حياتي، ان انا اجيب مجموع كبير زي اللي انا جبته، او ان انا بفضل الله يعني انجح واطلع بالمركز ده على الجمهورية. كل ده كان بالنسبة لي حاجات فارقة. يمكن وقتها كنت بتكلم عن الموضوع ده كتير على السوشيال ميديا، وكنت هايبر اكتف شوية، وكنت بفكر من وقتها من 2016 ان انا اطلع واعمل الفيديو ده. بس للاسف الشديد، او مش للاسف الشديد، ممكن يعني الحمد لله ان ده ايه، ان احنا بنعمله دلوقتي عشان تكون التجربه بقى زي ما بيقولوا كده ايه استوت يعني. فلو انت طالب في ثانوي او مش طالب حتى، انا اوعدك ان شاء الله باستفاده رهيبه. هتستفيدها ايه بالفيديو ده، وطبعا تعذرني بقى ايه لو في تفاصيل انا مش فاكرها، يعني ممكن يكون في تفاصيل معينه مش مفيده وبالتالي انا مش هفتكرها، وانا متاكد انها مش هتاثر على التجربه دي بالسلب يعني. طيب، انا بفضل الله كنت علمي رياضه. جبت 99.27، عيش حته عربي حته انجليزي، في المية. كان النظام القديم مش النظام الجديد، دفعه 2016. آه، بس يعني دي ايه، دي المعلومات اللي انت محتاج تعرفها كتمهيدا للفيديو يعني. وكنت ايه بالفعل سادس جمهوريه يعني. طيب، خلينا نسأل الأسئلة اللي هي إيه اللي الناس بتخطر في بالها دائما وأبدا، يعني هل الثانوية العامة دي مهمة، أو هل هي بالأهمية الكافية إن شخص يخليها مرحلة محورية في حياته؟ للأسف الشديد آه هي فعلا مهمة، وهي فعلا بتفرق معاك في حياتك. مش بس بقى بنتكلم على مستوى الكلية، أو على مستوى أنت هتخش كلية إيه وبتحقق حلمك ولا لأ أو هكذا، ولكن اكاد اؤكد ان كل مراحل حياتك بالفعل بتتبني على ده. وانا طبعا عارف ومتاكد تماما دلوقتي ان كشغل وكطبيعه شغل مفيش حاجه زي كده بتاثر خالص. وممكن واحد اصلا ما دخلش ثانوي خالص يأوت بيرفورم ناس طالعه بمراكز عاليه بدرجات عاليه بكل الكلام ده، كل ده مفهوم جدا. ولكن انا بكلمك على الاغلبيه. الاغلبيه ايه؟ ان انت لو الثانويه العامه دي لو كانت كويسه في حياتك وانت عملت فيها كويس، فاحتماليه ان انت تكمل بقيه حياتك بتعمل كويس هتبقى عاليه. والعكس صحيح. في اوتلايرز، في اوتلايرز، فمش عايزين نخش في الحته دي كتير يعني. طبعا بنتكلم بقى على الفرق من اول كليتك. الكليه بتفرق، للاسف الشديد الكليه بتفرق في مجتمعنا اللي احنا فيه. لو انت مهندس او دكتور او اي حاجه فيها بلطو او كده، ده بيفرق معاك جدا في مكانتك الاجتماعيه، في استقبال الناس ليك. زي ما قعدنا فتره كبيره نقول ايه مثلا ان لبسك وشكلك ما بيأثرش وهكذا، ولكن خلاص دلوقتي كله اعترف ان الفيرست امبريشن مهم، والناس بتاخد عنك فيرست امبريشن من شكلك من لبسك من كل ده. فضمن الفيرست امبريشن بتاعك بيكون تعليمك ودرجتك التعليميه، دي حاجه شئت ام ابيت هتحصل. فبلاش توجع دماغك فيها كتير، وبلاش تحاربها كتير. عشان ايه؟ انك تحاربها دي محتاج تغير فيها ايه؟ وعي شعب كامل يعني. طيب، فاحنا كده اتفقنا سوا انا وانت ان الثانويه ايه مهمه وفارقه. فالفيديو ده ان شاء الله هيكون بقى بيقول لك تجربتي انا مع الثانويه اخدتها ازاي، و
الدروس اللي انت تقدر تستفيدها من الموضوع ده. خليني بس في الاول قبل اي حاجه خالص اوجه شكر لوالدي ووالدتي. من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني. والناس دي بصراحه يعني لولاهم انا ما كنتش ولا هعمل اللي عملته في ثانوي ولا اللي عملته بعد ثانوي. فربنا يجازيهم خير يعني ويبارك في عمرهم. وطبعا شكر للمدرسين من اول بقى الواحد ما كان صغير وهكذا لحد ما ايه ما كبر وقدر يعمل ده. كل الناس بصراحة ليهم حقوق على الواحد وليهم فضل على الواحد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. ف فحقيقي يعني انا ممتن لكل حد كان سبب في الموضوع ده. طيب، برغم ان احنا دلوقتي بنتكلم على تغيير في النظام التعليمي في مرحلة الثانوية العامة زي ما انتوا اكيد يعني عايشين، وان طريقة الامتحانات نفسها اختلفت وطريقة الأسئلة اختلفت وهكذا. ولكن انا مش جاي اكلمك في طريقة حل الأسئلة الفلانية او حل الامتحان الفلاني وبتاع. لا يعني انتم اعلم بشؤون دنياكم يعني. كل واحد ايه عارف امتحاناته بتيجي ازاي وطريقته ماشيه ازاي. احنا كان لينا طريقه، انت ليك طريقه، دي مش مشكلتي انا دلوقتي. انت دي مدرس بتاعك يقولها لك واتيفر، مش انا. بس اللي انا جاي اكلمك فيه هي قواعد ثابته هتقدر تستخدمها وتاخدها تحطها في اي مكان عادي جدا من غير ما تحتاج ان انت تقول ايه لا اصل هو كان بيعمل كده عشان هو كانت طريقه امتحاناته كده. لا خالص، الموضوع مختلف تماما يعني. آه، الخريطه بتاعه المذاكره او طريقه المذاكره او طريقه تلخيص او وات ايفر، هي دي مش الحكايه. انا هدفي الاساسي من الفيديو ده هو احتمال كبير يكون طويل شويه شويتين. ان هو يكون في سرد قصصي كويس او زي ما بيقولوا كده ايه ستوري تيلينج، بحيث ان انت كمستمع في حاجات ممكن تاخدها كدروس مستفاده من غير اصلا ما اقول لك ان بص انا جاي اجيب لك الدرس المستفاد الفلاني. لا، هو في حاجات انت هتاخدها ايه من الرحله كده وانت هتفهمها لوحدك يعني. فانا هحكي لك بتتابع احداث، وفي وسط الحكايه باذن الله انت هتسمع كل حاجه انت محتاج تسمعها. طبعا انا في ايدي الايباد بس ببص منه عشان إيه لو حد مستغرب انا ليه عمال ابص تحت وهكذا يعني. فانا مرتب نقط بس اللي انا عايز اتكلم فيها ومنقطهم كده بقى وبمسك نقطه نقطه يعني واروح فيها يعني. بس انت هتسمع ايه من الفيديو ده؟ ان شاء الله هتسمع في 3 مراحل. مرحله ما قبل الثانويه العامه، انا كنت بعمل ايه. مرحله اول شهور في الثانويه العامه، وانا قلت 3 مراحل ولا 4 مش هنختلف يعني. ومرحله اخر شهور في الثانويه العامه، واخر مرحله اللي هي بتاعت ليالي الامتحان ووقت الامتحانات وهكذا. فخلونا نبدا على طول في مرحله ما قبل الثانويه العامه. خليني اصدقك القول كده ان انا قبل ثانوي انا عمري، او مش عمري بلاش نقول عمري دي يعني، لان انا مثلا وانا في ابتدائي كان ممكن ايه كنت من المتفوقين، وانا في اعدادي برضو في ثالثه اعدادي وفي اولى اعدادي كنت من المتفوقين. لكن اولى ثانوي وثانيه ثانوي للاسف الشديد انا ما كنتش اي حاجه خالص يعني. لا اذكر حتى ان انا ايه كنت مهتم بالمذاكره الاهتمام اللي هو وخليني برضه اكون صادق معاك زي ما اتعودنا على الحقيقه المفرطه، ان كان ممكن اكون ممكن لو اتعرض عليا فرصه غش كنت اغش عادي مفيش مشكله في اولى وفي ثانيه في حاجه انا مش مذاكرها يعني. طبعا ما كنتش دايما من مفضلين الغش، بس اللي هو ايه لو جت على السكه وانا كده كده مش مذاكر فقشطه يعني مفيش ازمه. كنت جايب في تانية ثانوي انا فاكر نتيجه امتحانات تانية ثانوي طلعت واحنا في مصيف انا والعيله يعني. وكنت جايب 85%. وساعتها ايه يعني اؤكد لك ان انا شفت في عين ابويا وعين امي يعني اللي هو ايه طيب يعني خير ان شاء الله. احنا داخلين بقى على ثالثه ثانوي اللي العالم كله بينتظرها، وانا مديهم بشاير جميله بال 85% دي. فالوضع لذيذ خالص يعني. ف... فما كنتش ملتفت خالص لمذاكره او لدروس او وات ايفر خالص خالص. بعمل البير مينيمم يعني زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات ان كنت بقى مركز مع التحفيل بقى والهزار وخفه الدم والكلام التافه ده كله يعني. وكان بصراحه في تفاهه مفرطه في جميع نواحي الحياه يعني. مش بس بقى ايه بتتكلم على ان مع اصحابي في المدرسه انا رايح في داهيه، لا ممكن كمان بقى ايه زي برضو ما اتكلمنا بنات بقى وبتاع.
حاجات يعني للاسف وحشه خالص يعني. بس كان التريجر بالنسبه لي اللي خلاني ان انا اشتغل بشكل مختلف شويه، او عارف انت لما تقول ايه، ان انت عملت اكتيفيشن لمود معين اتفعل في دماغك كده، كان في زرار اتداس عليه. هو الاجواء بتاعت نهايه تانية ثانوي او الترم التاني في تانية ثانوي، واجواء بدايه تالتة. فكره ان انت بتخش في مرحله من اختيار المدرسين، ومين احسن من مين، وعمال بتسأل، والمدرس الفلاني عامل امتحان تمهيدي عشان خاطر امتحان تمهيدي عشان خاطر يشوف هو هيقبلك اصلا عنده ولا لا، وهكذا. الاجواء دي زي ما تقول انت ايه بقى، عملت اكتيفيشن لمود الوحش يعني. ف احنا حتى رحلة المصيف اللي احنا كنا فيها دي، انا فاكر ان انا خدت والدتي ونزلنا منها قبل ما تخلص بثلاث اربع ايام، يعني قعدنا اربع ايام وكان فاضل ثلاثة او العكس يعني. وخدتها ونزلنا عشان خاطر احضر امتحان القبول بتاع الفيزياء بتاع مدرس الفيزياء، اللي هو يا اتقبل يا ما اتقبلش معاه. ويعني بفضل الله ايه عدى يعني، وكل حاجه تمام. بس بقى ايه اللي هو كنت داخل ومتحمس حماس اللي هو ايه، لا انا هتقبل نو واي يعني، ما عنديش اختيارات. ليه ما عنديش اختيارات؟ عشان انا عايز اخد مع المدرس الفلاني، عشان لو ما خدتش مع المدرس الفلاني هعيش طول السنه حاسس ان انا ناقصني حاجه. فانا هتقبل معايا، انا هتقبل معايا نو واي. وبفضل الله ده حصل. طبعا انا ما بذكرش اسماء مدرسين ليه، لان الحمد لله هم كلهم اتغيروا دلوقتي يعني. انا بتعامل مع شباب كتير في ثانوي، انا ما بسمعش اسم ولا مدرس من اللي انا عارفه او من اللي انا كنت باخد معاهم. فمش عارف يعني انا لحقت ابقى قديم لهذه الدرجه ولا ايه. بس طبعا يعني مرحله الكورونا والاونلاين والكلام ده طلع مدرسين كتير. المواكبه بتاعت الواقع طلعت ناس كتيره ونزلت ناس كتيره يعني. فدي يا اخي مرحله ايه ما قبل ثانوي. طيب نبدا في مرحله الثانويه العامه نفسها او اول الثانويه. وانا بصراحه يعني كاتب كذا نقطه في الموضوع ده، بس ايه يعني انا رتبتهم كده ترتيب قبل ما ابدا الفيديو. فيعني هشوف بقى لو الترتيب ده هيجيب نتيجه ولا لا يعني. اول ما بدات ثانوي قعدت حوالي اول اسبوعين او ثلاثه، الموضوع بالنسبه لي جديد، الموضوع بالنسبه لي مخيف، الموضوع بالنسبه لي اللي هو انا يمكن دي حاجه في شخصيتي، اللي هو لو انا عايز اعمل حاجه فانا بفضل الله هعملها. يعني ما ينفعش ان انا اكون داخل حاجه وحاسس بعجز، يعني انا مش اقل من اي حد. ولو انا كنت واقع في السنين اللي فاتت فانا كنت واقع عشان خاطر انا كنت ما بذاكرش، مش واقع عشان انا فاشل. لا انا مش فاشل. وده ظهر في اول اسابيع. فبقيت ان انا يعني لسه هحكي لكم حاجات بالتفصيل في اول اسابيع دي. بس مثلا لقيت ان انا مهتم بالمذاكره جدا. بقعد في الحصه في الدرس مركز تركيز رهيب بفضل الله يعني، ببقى قاعد مستمع وفاهم ومركز وهكذا. آه، بحضر كويس لامتحاناتي. بس كان عندي مشكله كبيره بقى اللي هي ايه، اللي هي الانفايرومنت، ان انت طالع من تانية ثانوي او من المرحله العمريه اللي فاتت دي، لان تالتة دي تعتبر بريدج شويه كده اللي هو بياخدك من حته لحته. فانت ايه يعني، انا طالع من تانية بالبيئه بتاعتي، طالع مثلا باصحابي اللي انا طالع بيهم، طالع لو في بنات لو في حاجه، طالع بكل ده واخده ورايح بيه تالتة. فما كانش ينفع الرحله تكمل بنفس الشكل، مش هينفع. كانت هيحصل مشكله كبيره. بسبب ايه؟ بسبب ان في خلل في النظام كده. انت مثلا عايز تطلع الاول على الجمهوريه في بطوله البوكسنج مثلا، بس انت ما بتتمرنش، او انت اصحابك بيسهروا، او انت اصحابك بياكلوا فاست فود او وات ايفر. هتلاقي في خلل في الموضوع مخلي الموضوع اما ان هو صعب عليك صعوبه بالغه ان انت تعرف تحقق فيه اللي انت عايزه لو انت فعلا صادق بقى مع هدفك، او هتلاقي ان الموضوع ان انت محتاج تغير. التغيير هنا بقى مهم يعني. وهنا حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى في حياتك انت الدنيويه تلاقي ربنا بيقول لك ايه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
ان انت لو انت عايز تروح الجنه فانت محتاج تصبر نفسك مع دول. وربنا قال تصبر نفسك، يعني معاشره الناس ممكن الناس اللي هي الصالحه دي ممكن ما تكونش ألذ شيء على قلبك، بس ممكن ما تكونش احب شيء ليك، او في ناس تانية ألذ او دمها اخف او قعدتهم احلى بالنسبه لك وبتاع، بس انت محتاج تصبر نفسك مع دول لو كنت محتاج ان انت تحقق الهدف اللي انت عايز تحققه. ف فانا بالنسبه لي كان الناس الشاطره ما يعرفونيش اصلا، يعني ما لحقتش اكون بقى ايه علاقات في السنين اللي فاتت مع ناس شاطره، شطاره كبيره يعني. فهم مش صحابي اللي هم بقى ايه اللي هم ان انا اقعد بقى معاهم واذاكر معاهم واتكلم واسالهم وبتاع، مفيش الكلام ده، ما اعرفش حد كده. وفي نفس الوقت معرفتي كلها ايه شباب يعني بتحاول يا شباب بتزق. مش عايزين برضو ايه نخوض في حد، لان بصراحه الناس دي انا بحبها لحد دلوقتي يعني كاشخاص، يعني يعني لما بشوف حد منهم وبنتقابل بحضنه حضن مطارات يعني، لان فعلا انا كنت بحبهم وانا صغير وما زلت بحبهم، بس ايه يمكن اهدافنا ما كانتش متوافقه فما كانش ينفع نكمل مع بعض في المرحله دي يعني. فاخدت بقى قرار، تقريبا القرار ده كان في الاسبوع الثالث او الرابع يعني من بدايه الدروس، يعني ممكن تقول في شهر 9 مثلا شهر 8 حاجه زي كده. خدت قرار بقى ان انا I'm out of social media و I'm out of موبايل فون تماما تماما بمعنى الكلمه. انا كان معايا موبايل ساعتها اللي هو نوكيا تقريبا والله ما فاكر يعني، بس كان معايا موبايل كده بيلقط نت، يعني بيخش على النت وبتاع برصيد يعني، وكانت الدنيا ايه الفيسبوك القديم بقى، مش هنتكلم برضو عنه كتير يعني. فقررت بقى ان انا هقفل كل حاجه تماما بمعنى الكلمه، اقفل اللي هي اقفل اللي هو مش هقفل الابلكيشن او اقفل النت وبتاع، لا اقفل اللي هو شلت الشريحه ومسحت الابلكيشنز وكل حاجه خلاص ام اوت، انا في عزله تامه. والحمد لله ان انا ما فكرتش كتير قبل ما اخد القرار ده. يعني يمكن انت دلوقتي في جزء كبير من دراستك معتمد على الاونلاين وهكذا، ولو اني يعني ايه افضل ان انت ما تروحش هناك كتير، بس يعني برضو انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني انا ماليش دعوه انت بتعمل ايه دلوقتي او ايه الاصلح ليك اللي انت شايفه. بس انا خدت قرار ان انا مش هيكون في اي اونلاين اكزيستنس في حياتي خلال هذه السنه. وسبحان الله يعني ده قرار مش سهل على شاب اصلا، احنا بقى كنا في بدايات السوشيال ميديا، وانا كنت لامع بقى على السوشيال ميديا وبنهزر وبنضحك وكوميكس وتحفيل وبتاع. فبرضه ان انت تعرف تقتل حاجه زي دي في نفسك فهو محض توفيق من ربنا، يعني هي مش شطاره، انت هتحس ان هو ايه ربنا رسم لك طريق كده وانت بقى ايه ربنا وفقك ان انت تدخله اصلا. ف فقفلت السوشيال ميديا تماما وقطعت كل الناس اللي انا حاطط عليهم علامات استفهام في حياتي بشكل كامل. وبدات بقى ايه رحلتي. وهنا بقى انت خد الدرس اللي انت عايز تاخده من المعلومه دي، عايز بقى تعمل نفس اللي انا عملته، عايز تقفل عايز تقاطع، انا بحكي لك هنا تجربتي اللي انت ما ينفعش تختلف معاها يعني. في فرق ما بين ان انا اديك نصيحه اقول لك روح اعمل كذا، وبين ان انا بشير معاك اكسبيرينس معينه وانت خد منها الدرس اللي انت عايز تاخده وافهم منها انت عايز تفهمه. بس اللي انا باكد لك عليه ان مفيش حاجه اسمها ايه اصل لا انت وقتك كان ينفع اعمل كذا بس النهارده انا ما ينفعش اعمل كذا. بالبلدي كل ده كلام فاضي، انا اسف يعني. انت تعبان، انت بتبرر ده لنفسك عشان بس ايه تبرر ان انت مش عارف تعمل ده، بس انت تعرف تعمل اي حاجه. طيب تاني حاجه، كنت باخد دروس في سنتر ولا في مجموعات ولا في الاتنين ولا ايه؟ بصراحه انا كنت ممكس يعني كان في ميكس كده. آه، اغلب دروسي كان في سناتر، يعني يعتبر معظم دروسي كان في سنتر اللي هو ايه مين اشهر مدرس يا جماعه بيدي الماده الفلانيه يلا بينا نروح عنده، مدرس اللي هيخليني اجيب درجه كويسه وانجح وبتاع. ويمكن درس واحد بس اللي هو اهم درس في علم الرياضه اللي هو درس الرياضه اللي انا اخترت فيه ان انا ما اروحش للمدرس المشهور، ورحت لمدرسه كانت دي تقريبا هي تاني سنه او تالت سنه تدي فيها تالته ثانوي يعني. بس يعني كان عندي ايمان رهيب فيها، انا وحوالي اربع خمس اشخاص كمان او سته. حتى الان يعني هم حبايبي بصراحه، لان احنا قعدنا سنه كامله على ترابيزه في سنتر صغير كده، وخلاص بقى احنا بنتقابل مرتين في الاسبوع لمده سنه كامله. فالموضوع كان ايه كان في ارتباط رهيب يعني.
المدرسة دي كانت هي طالعة برضو، يعني كانت مقفلة الرياضة تقريبا في سنتها، يعني هي كانت لسه مخلصة ثانوي من 3 سنين ولا حاجة، ودلوقتي هي في كلية أو اتخرجت والله ما فاكر، واتخرجت تقريبا من تربية رياضة، اللي هي كلية تربية، يعني تطلع مدرسة رياضة يعني. بس ايه، كانت أول سنة تاني سنة تشتغل مدرسة، أنا مش فاكر بالظبط يعني. بس طبعا يعني بذلت معانا مجهود خرافي، و... وكانت النتائج بفضل الله مثمرة يعني. يعني يمكن انا في وسط المجموعه اللي جاب في الرياضه درجات واو يعني. أنا يمكن نقصت في الرياضه درجه واحده بس، اللي هو 119 من 120. الدرجه دي نقصتها مش فاكر في الايه، في الاستاتيكا او في التفاضل، والله ما فاكر. بس انا عارف السؤال اللي انا نقصته يعني. ف فاغلب الدروس كنت باخدها في سناتر، وما كانش في بقى حاجه اسمها اونلاين خالص، يعني انت كنت بتروح السنتر وبتقعد في السنتر وكل حاجه في السنتر. فبرضه ده يعني رساله انت افهم منها اللي انت عايز تفهمه يعني. مفيش نقطة مكتوبة ما تقدرش تطلع منها حاجة تستفيدها، خلي بالك، بس انت ودماغك بقى. طيب، آه هنروح بقى لحاجة تالتة، هي مقارنة نفسي بالناس الأوائل والناس اللي أنا عارفهم قبل كده. طبعا انت كشاب طالع من تانية ثانوي ما كنتش متفوق. آه لما بتخش بقى على مرحلة جديدة، تالتة بقى، انا داخل تالتة وانا ناوي ان انا هعمل ريكورد وهقفل وهطلع، يعني هجيب الكليه اللي انا عايزها. بتبدا انت بقى تبص للناس اللي حواليك، اللي هو ايه، يعني مثلا في شخص انا فاكره كاني شايفه قدامي دلوقتي وشايف الموقف ده قدامي. انا اول ما شفته بعد شهر تقريبا نازل من درس، قلت يا نهار ابيض، يعني هو ده معانا في نفس السنه وده بيذاكر نفس المذاكره اللي انا بذاكرها؟ طب ما اكيد ده بيذاكر اكتر مني مليون مره، واكيد ده هيعمل المستحيل. يعني انا مثلا، انا لو عايز اجيب 90%، فده هيجيب 200%. يعني ما مستحيل انا اجيب 90 لو ده معايا في السنه يعني. انا وهو ما ينفعش نجتمع في درجه واحده. بفضل الله يعني انا جبت اعلى من الشخص ده في الاخر. بس هي الفكره فين بقى؟ الفكره ان انا بعد ده، بعد الموقف ده وبعد الحوار اللي دار في دماغي ده، انا بدات اعمل ادجستمنت في الافكار بقى بتاعتي، اللي هو ايه، بص يا اسطى، تعالى نسيبنا من كل الناس المتفوقه والاوائل والشاطرين وكل ده، وتعالى نجو داون للبروسيس نفسها. ويمكن ده اللي اكتشفته بعد كده، ان ده الصح اصلا، ان انت لا تتطلع للاهداف، ولكنك تنزل للبروسيس او الديلي باترنز بتاعتك بتاعت يومك، وتبدا تظبط فيها. هي دي اللي هتوديك لاي هدف انت عايزه. يعني مثلا ما تقولش ايه انا عايز اخس كذا كيلو، لا، بص اللي هو ايه، انا بتغدى ايه وبتعشى ايه وبفطر ايه وهكذا، يعني انزل للبروسيس نفسها تحت. فبدات اقول لي لا خلاص، انا لو كده، هو الشخص ده مثلا بيذاكر اول باول، يبقى انا هعمل كده. الشخص ده بيقفل الامتحانات في الدرس، يبقى انا هعمل كده. الشخص ده فاهم كل حاجه بياخدها، يبقى انا هعمل كده. واكيد لو انا عملت كده انا هجيب زيه في الاخر، او هجيب احسن منه، يعني منطقي. فبدات ان انا ما احطش اي شخص قدامي خالص، انا مش شايف اي حد. فانا مش مركز مع حد معين، مش حاطط حد في اعتباري، لا، انا ماشي هدفي كله. وبدات بقى الوجهه تتحول لايه، انا هطلع الاول على الجمهوريه. وبدات اصدق الهدف ده لدرجه ان انا خلاص، انا اي حد بيكلمني بقول له انا هطلع الاول على الجمهوريه. فاهم؟ وده برضو حاجه تانية في كونسبت ان انت يبقى عندك هدف معين وتكون مصدق الهدف ده، ان انت بتبقى unstoppable. خلاص بقى، انت في حته، لدرجه ان انا الناس نفسها بقت بتقول لي كده، بقت تقول لي انت هتطلع الاول على الجمهوريه. خلاص بقى، اللي هو الهدف تحول من ان انا بشاركه مع الناس بهزار في الاول، وبعدها بدا يبقى عقيده من تكراره في لساني وفي افكاري وبتاع، لان الناس بترد عليا تقول لي ادريس ده الاول على الجمهوريه. خلاص، يعني ما فيهاش نقاش، وبيتعاملوا خلاص بالمنطلق ده. وتحولت بقى من الايدنتيتي بتاعت تسجيل الفيديوهات في رمضان من غير كوبايه شاي كده، الوضع صعب بصراحة. وبدأ الوضع يتحول من فكرة ان ادريس الايدنتيتي اللي هي جاية من تانية ثانوي، من اولى ثانوي، آه راجل هلاس، لا يعني دلوقتي
لدلوقتي لا، الراجل ده احنا بنقول له ان هو هيطلع الاول على الجمهوريه وهكذا. فدي كانت مرحله بصراحه ايه، فارقه جدا يعني. طيب خلينا بقى نتكلم عن البروسيس نفسها اللي في اول الثانويه دي، وهي المذاكره اول باول. يمكن قعدت اول شهر بحاول افهم ازاي انا هبقى بذاكر اول باول، لان دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده عليا جدا يعني. فبقيت مثلا ان انا يعدي اول اسبوع ومثلا يوم السبت عندي درس الكيمياء الساعه 9 الصبح، ولحد يوم الجمعه انا عمال بسوف مذاكره الدرس بتاع الكيمياء ده. بس انا في قرارة نفسي عارف ان انا نو واي ان انا هخش الحصه وانا مش مذاكر. نو واي يعني، ده مش هيحصل، مش هيحصل باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان اولا في واجب في المذكره المفروض يتحل، وتقريبا المدرس يعني كان مهددنا ان الواجب ده لو ما اتحلش والاسيستنت شاف ان انت مش حالل الواجب فانت هتتكرش ومش هتحضر الحصه، وهنكلم ابوك وامك بقى ونقول لهم. وانا بالنسبه لي يعني كانت اللي هو يعني ايه، يعني ايه حد يكلم ابويا وامي يعني، وانا حمار كده وشحط وبتاع، ازاي يعني؟ ف فكان بالنسبه لي لا، يعني انا مستحيل احط نفسي في الموقف ده، مستحيل حد يكلمني نص كلمه او يقول لي انت فين حاجتك او انت فين واجبك او بتاع. ودي برضو خلي بالك مهمه في طريقه استقبالك انت لنفسك ولشخصيتك. يعني انت لو مش شايف نفسك راجل، او انت مش شايف نفسك اكبر من ان انت حد يكلمك نص كلمه او حد يهزقك او حد يقول لك مش عارف ايه، للاسف الشديد الناس نفسها مش هتشوفك كده يعني، فاهم؟ لازم دي حاجه تنبع من جواك انت لنفسك، اللي هو انا ما ينفعش اتحط في الموقف الفلاني. فده كان بيودينا لحته ايه، ان انا كده كده بذاكر اول باول بنو واي خلاص. وطبعا هتقول لي ايه، طب ما انت كنت هلاس في تانية. هقول لك اه، عشان كنت فيا سيكه ان انا ايه الايدنتي نفسها مهزأه شويه عادي يعني، فاهم؟ اللي هو عادي جدا ان انا مثلا اقعد عشان ارمي افيه في حصه الرياضه في المدرسه، المدرسه تهزقني بس انا من اجل الافيه يعني كله يهون عشان خاطر اقول الافيه وعشان اهزر وعشان انكشها وعشان اضحك وبتاع. ف برضو التغيير ده نابع من ايه؟ ده فضل ربنا فقط لا غير يعني، ان انت تتحول ان انت تبقى راجل كده. ما تعرفش بقى يعني، هو توفيق من ربنا يعني. فكنا بنوصل بقى لمرحله آه، ان مثلا النهارده الجمعه وبكره الدرس وانا مش مذاكر. ف طب هنعمل ايه؟ طب عايز اذاكر، طب تيجي تذاكر بتلاقي الموضوع محتاج وقت اطول بكتير من البلاند، الوقت اللي انت كنت مخطط ان انت هتذاكر فيه. طب يا جماعه ايه الحل؟ ف تعرفت بقى ساعتها على حلول مختلفه، زي مثلا ايه، ان انا اجيب ازازه كوكاكولا اللي هي الاكشن او بيبسي او وات ايفر. دي مش دعايه يعني، مش محتاجين دعايه دول. وتروح جايب كيس نسكافيه اللي هو بجنيه ونص ده او بجنيه كان وقتها مش عارف بكام، وتروح صبه جوه الكوكاكولا وتقفل بسرعه عشان هي بتفور مش بتفور جامد بس بتفور يعني، اللي هو ايه لو سبتها هتغرقك يعني. طبعا يعني لا ينصح بتجربه هذا الاختراع باي شكل من الاشكال. بس الاختراع ده للاسف الشديد كان بيخليني مفنجل يعني، كان بيخليني اللي هو ايه، عيني حمراء وصاحي وبتاع. قعدت على الموضوع ده هو اول شهر ده، كل ما اتزنق في درس وكل ما يبقى ميعاد الحصه بدري وانا ما ذاكرتش وبتاع. يعني مثلا مش زي حصص اللي هي بتبقى بالليل فانت بتصحى لها بدري فتعرف تلم بقيه اليوم، وبيبقى الدرس كده كده داخل عليك بالليل فانت نو واي ان انت خلاص ما فيش حل. لكن الدرس بتاع الصبح فانت بتطمع في وقت نومك اللي هو ايه، لا خلاص طب ما ده في وقت النوم انا هستغله. طبعا ده كان بيخليني في اول حصص خالص ابقى قاعد شبه مش عارف ايه كده، قاعد مش فاهم حاجه بس انا مفتح عشان خايف المدرس يكروشني. طبعا بعد اول شهر انا لما بقى بدات قطعت بقى السوشيال ميديا وقطعت الناس اللي في حياتي وبتاع، الحل ده بقى قطعته هو كمان يعني، لان لقيت ان انا لا، ده مش سستينبل، الحل ده مش هينفع يكمل معايا اكتر من كده، لان ده غير متوافق مع الاهداف اللي انا راسمها. مش هينفع لو كملت كده، مش هوصل للي انا عايزه. ف انا بقى بالنسبه لي النقطه بقى اللي وراها، كان كل امتحان في الدرس هو بالنسبه لي امتحان ثانويه عامه.
يعني انا بقى كنت بخش، طبعا كنت منقي المدرسين اللي هم ايه، كل مدرس فيهم بيعمل امتحان في كل اسبوع اما على اللي اتذاكر قبل كده، او اللي اتاخد الحصه اللي فاتت، او على كل اللي فات، او على الشهر اللي فات، او وات ايفر يعني. فكنت كل المدرسين منقيهم كده. من الحاجات بقى اللي فرقت في المايند سيت جامد، ان انت كان كل الدروس بتاعتي مدرسين، انا اسف، كل الامتحانات بتاعت الدروس دي انا بتعامل معاها ان انا عندي امتحان ثانويه عامه النهارده. وده يعني لما بقى تبدا تكونكت الدوتس كده باكورد وتبص بقى اللي بيحصل، ده هو اللي خلاك في اخر امتحانات بقى، اللي هي امتحانات الثانويه العامه اللي بجد تبقى بتتعامل معاها عادي خلاص. ان انا كل امتحان بخشه انا مش بس بتعامل معاه ان انا لازم اعديه عشان ما اتكرش، انا لازم اقفله. ليه؟ عشان انا الاول على الجمهوريه. فالاول على الجمهوريه بيقفل كل امتحاناته. طبعا يمكن دلوقتي وضعكم مختلف، يعني في الوضع الحالي آه، عادي، يعني اللي هو ايه تقريبا كليات بتاخد مجاميع انا اول مره اسمع عنها، بس ايه يمكن ده يكون افضل ان شاء الله يعني. بس انا وقتها عندي كان لا، اللي هو الاول فعلا ممكن يكون مقفل جايب 100%، ممكن لو معاه تفوق رياضي يبقى جايب 105% و104% وبتاع. فانا معيش تفوق رياضي، انا بطه بلدي، فلا انا لازم بقى ايه، لازم نوي ان انا ما اقفلش امتحان، عشان انا الاول على الجمهوريه. الاول على الجمهوريه ده بيقفل امتحاناته كلها، فانا كل امتحان هخشه هقفله. وده والله لا يعني لا اخفيك سرا فرق معايا ازاي في سيتنج المايند سيت وفي التعامل مع الدروس ومع الامتحانات ومع المنهج ومع كل حاجه زي كده. ان انت امتحانات مود اكتيفيتد من اول اسبوع. انت كل امتحاناتي، انا يمكن الامتحان اللي كنت بنقص فيه درجه او درجتين ده انا كنت بقلب الدنيا. كنت عامل مذكره للاسئله اللي انا حليتها غلط في امتحانات الدروس، او عموما يعني لو حد سالني حتى حاجه وغلطت فيها، كنت مجمع الاسئله دي في مكان بحيث ان هو دي الاسئله اللي انا غلطت فيها، فانا مش هغلط فيها تاني خلاص مستحيل. واللي انا حليته صح كده كده انا حليته صح، فبالمراجعه هيظبط يعني. فده برضو ايه، ممكن انت تستفيد منه حاجه يعني. طبعا كونسبت ان انا عايز اطلع الاول على الجمهوريه، ده بيخليك اللي هو ايه، محدش مثلا بيبقى عايز يطلع الاول على الجمهوريه وبيجيب 80%. فاهم يعني؟ دايما انت على قد احلامك، على قد ما انت بتقدر تنزل عنها حاجه بسيطه. يعني مثلا اللي دخل ثانوي وبيقول لك ايه، انا بس لو اجيب 50% هيبقى رضا، يعني هبقى انا كده عملت اللي انا عايزه. ده في الغالب ما بينجحش اصلا، او بينجح بيجيب ال50 او اقل او كده يعني، بيبقى ده سقفه ال50. فانت على قد ما بتحط السقف بتاعك، على قد ما نزولك عن السقف ده بيبقى ايه بمقدار معين يعني مثلا انا عايز اطلع الاول طلعت السادس، عايز اجيب 100% جبت 99.3. فهي الفكره في كده بقى بالنسبه لك، الهدف بتاعك فين يعني. فانت برضو حاول تسيت اهدافك بشكل ايه منطقي. طبعا برضو المذكرات بتاعتي في الدروس، مذكرات فيها اسئله وبتاع. انا كنت بحاول اتقي الله قدر الامكان في ابويا وفلوس ابويا. احنا كنا داخلين بقى وكل الناس بتشتكي وتقول لك الدروس والثانويه العامه دي بتقطم وسط الابهات وبتاع. فانا كنت واخد الموضوع ايه بحساسيه شديده، يعني اللي هو اللي يعرفني برضو عارف ان انا في حته الفلوس دي حساس شويه عموما يعني. ان خصوصا كمان ان انا في حد بينفق عليا فلوس، فانا بحاول اتقي الله بقدر الامكان بقى ان مثلا مفيش سؤال في المذكره انا بسيبه فاضي، مفيش حته في المذكره انا مش فاهمها، اللي هو تمسك مذكرتي تحتاس فيها. خلصت في الثانويه العامه حوالي من 45 ل 65 قلم جاف، وهنروح لحته القلم الجاف دي. كراسات وسكتشات حلول وحاجات رهيبه. بسبب ايه؟ بسبب حته ان انت بتحاول تتقي الله وان انت تتقن عملك، لان ربنا سبحانه وتعالى لو شاف منك اتقان في العمل ده 100% ربنا هيكافئك وهيوفقك يعني. طيب النقطه اللي وراها، يومي كان ماشي ازاي بالظبط وكنت بذاكر كام ساعه. بص انا حتى لو دلوقتي ممكن اكون مش فاكر قوي، اللي هو الكلام ده كان من 10 سنين او من 11 سنه الموضوع كان ماشي ازاي. بس انا فاكر بالظبط. انا زي ما قلت لك انا كان عندي اهداف، الاهداف دي كان واجب تحقيقها بغض النظر عن اليوم كان ماشي ازاي. بمعنى انا مثلا من اهدافي ان انا كل امتحان اسبوعي هقفله زي ما قلنا. كل واجب
حصة هخلصه، كل حاجة في المذكرة هحلها. فكانت دي الأهداف. فمثلا في الرياضة كان في كتاب اسمه لامي كنا بنحل منه. كانت المدرسة بتدينا طبعا لامي مثلا كان ممكن على كل درس تلاقي في 50 سؤال. فهي طبعا يعني مراعاة ايه لمتوسط الفروقات ما بين الطلاب، كان كل المدرسين يقول لك ايه حل مثلا سؤال 11 و12 و21 و24، ويقعد بقى يديك لستة اسئله تشتغل عليها وتحلها. انا لا، انا هحل ال 50 سؤال. فانا كنت بقعد احل ال 50 سؤال كلهم. فكان الموضوع بالنسبه لي مش تايم بيزد، هو اوبجكتيف بيزد، اللي هو انا ونيفر ان انا خلصت اللي انا عايز اخلصه يبقى انا كده عملت اللي انا عايزه. فكنت بذاكر كام ساعه بالظبط. اللي انا فاكره كويس ان انا كنت محافظ. يعني انا فاكر ان انا في الشتاء كنت بصحى وكنت من كتر السقعه، وانت سقعان بقى وصاحي ومفيش طاقه ومفيش نشاط ومفيش اي حاجه، فانت بتبقى متلج حرفيا. كنت من كتر السقعه بخش احط ايدي فوق البوتاجاز كده واولع النار واحط ايدي من فوق كده، حتى قالوا لي هيجي لك روماتيزم بقى مش عارف ايه كده، فببطل الحركه دي. بس اللي هو من كتر السقعه انا فاكر ان انا كنت بصحى اذاكر الصبح عشان البيت يكون هادي ورايق وكده، واديها بقى اديها مذاكره بقى ايه لحد ما تقول يا بس يعني. ف فبتتكلم مثلا ان شخص حياته كلها ايه هي ان هو بيذاكر وبينزل يروح دروسه وبس. يعني مفيش بقى صحاب، مفيش حاجه زي كده، مفيش خروج، كل الكلام ده مقطوع نهائي. يمكن كان الترفيه الوحيد بتاعي كان على اللابتوب ان انا ايه اقعد العب بيس وجي تي اي. يعني جي تي اي اللي هي فايس سيتي، يعني كانت وقتها بالنسبه لي كبيره يعني. ده كان ترفيهي يعني. ف تو بي اونست انا ما كنتش بحسب حته الوقت دي. ونصيحتي ليك برضو يعني ملهاش لازمه. لان ارجع اقول لك حاجه، مثلا بذاكر 4 ساعات في اليوم. هل لو انت هتحط 4 ساعات في اليوم هتعمل نفس اللي انا كنت بعمله؟ لا، ممكن تعمل اكتر، ممكن تعمل اقل. وما بيننا انا وانت اختلافات فرديه مهوله. انت ممكن احسن مني مليون مره، ممكن انا احسن منك 10 مرات. فالموضوع قياسه بالساعه قياس ظالم جدا يعني. فلا انصح اطلاقا بان انت ايه تلتفت لموضوع الساعه ده. آه، فزي ما بقول لك اللي هو اليوم بيبدأ تروح دروسك، بتذاكر، بتخلص مذاكرتك، بتقفل حاجتك، تروح دروسك، الموضوع انتهى كده. مفيش سؤال في المذكرة بسيبه، مفيش امتحان مش هقفله، مفيش واجب مش هخلصه. دي كل حاجة يعني. طيب النقطة، احنا اتكلمنا عن المذاكرة بدري والصحيان بدري وكده. النقطة بقى ايه؟ النقطة ال11 المواد المختلفة وطريقة مذاكرتي ليها وطريقة مراجعتها. طبعا احنا مش هنخش ايه بالتفصيل قوي في النقطة دي، بس في حاجات معينة انت طريقة مذاكرتها بتختلف عن حاجات تانية. يعني مثلا الكيمياء، اللي هي الفصول الأولى، مش الكيمياء العضوية. الفصول الأولى في الكيمياء دي أنا فاكر إن هي مثلا كان فيها معادلات، اللي هو كان في كم من المعادلات مش عارف بيتمحور حوالين ال 50 معادلة، مش أقل بقى أكتر مش فاكر بصراحة. وطريقة الكشف عن مش عارف إيه وكذا، لو كشفت عليه بكذا يطلع لونه أخضر وبتاع. في حاجات معينة أنت بتحتاج تبصمجها، اللي هو إيه بصمجة حرفية. اللي هو لدرجه مثلا كان المدرس يقول لك ايه، كنا بننزل بالمعادلات عمود. عارف انت لما تنزل بالمعادله عمود؟ فاكر في الحضانه لما يقول لك اي بي سي انزل بيها عمود؟ فكنت بتنزل بالمعادله عمود عشان خاطر احفظها. طبعا يعني ممكن نختلف مع ده، ان دي مش طريقه تعليم مناسبه. بس انا دلوقتي مش جاي اكلمك انه احنا ايه هنثور على النظام التعليمي بقى وايه صح وايه غلط. بكلمك عن تجربه وايه اللي حصل فيها وايه اللي انت ممكن تعمله فيها. غلط بقى صح يا ربنا يتولانا، دي مش ده مش موضوعي النهارده. فالكيمياء العضوية انبسطت لما دخلت شوية لأن بدأت أبقى فاهم الموضوع شوية. يعني اللي هو ايه، في ذرة كربون وفي حواليها كام ذرة هيدروجين، فيبقى كده ده ميثان ولا ألكان ولا. ومستر خالد صقر ما شاء الله ما اعرفوش يعني، ما خدتش معاه، بس يعني متابع جيد انا على السوشيال ميديا. بقعد اسمع بقى حاجات دلوقتي جديده، الكان الكين مش عارف ايه، وميثان ميثين ميثايل، حاجات اللي هو ما كنتش بصراحه اعرف الحاجات دي وقتها. بس طبعا يعني كل ما كان في اختراعات احسن تسهل الموضوع اكتر، كل ما كان الموضوع افضل يعني بفضل الله. فدي مثلا الكيمياء. العربي
ماده محتاجه دش رهيب مثلا، فكنت تقعد تحل ايه، تقرا القصه. كان مذاكرتي للقصه مش قصه طه حسين تقريبا، الله المستعان والله. ماشي. مذاكرتي للقصه ان انا اقراها كل مره. ابقى عندي مثلا هتسال في حاجه في القصه او عندي امتحان في القصه، اقرا القصه. لدرجه ان انا بص قريت قصه طه حسين دي بتاع 30 40 مره. قراءه ايه، قراءه متمعنه بقى اللي هو بالتدقيق. لان انا طبعا مفيش، مستحيل حد بيقرا او يصحح قصه هيحاسبك على الكلمه يعني خالص. وبتسمع بقى من المدرس وبتشوف في المذكرات ايه بقى الاسئله المهمه، ايه طريقه الاجابه المفضله. بس الحاجات دي مش بتجاوبها بالحرف. ده برضو انا طبعا تقريبا انتوا ما عندكوش قصه اصلا دلوقتي، او ما عندكوش حاجات فيها كتابه او كده يعني. فلذلك انا برضو مش حابب اخوض قوي في حته طريقه المذاكره لكل ماده، لان طبعا مع تغيير طريقه الامتحان لاختيارات دلوقتي وهكذا، انا متاكد ان طريقه المذاكره هتختلف تماما. فلان دلوقتي انتوا بقيتوا بتتسالوا او بتختبروا في فهمك المتعمق قوي لكل حاجه، وممكن يقول لك الحاجات دي من بره المنهج اصلا وبتاع، ده على اللي انا سامعه يعني. ف فطبعا ايه، النهار عمال يروح مني والشمس بتروح مني، وانا مش عارف الاضاءه كده كويسه ولا لا، بس انا هكمل يعني، هكمل نوي خلاص. آه، فبصراحه يعني انا حابب اسيب النقطه بتاعت المذاكره والمواد والكلام ده كله برضو اللي انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني انتوا ادرى في الحته دي. والطريقه اللي المدرس بتاعك يقول لك عليها واللي انت تحس نفسك مرتاح فيها دوت. ولو انت حبيت بقى تسالني على حاجه يعني تاخد خبره راجل عجوز يعني في الحته دي، انا بصراحه هكون ويلكمينج جدا يعني. من الحاجات بقى المميزه في موضوع الامتحانات ده وفي موضوع طريقه تعاملي مع الامتحانات، هو كان امتحانات الانجليزي تحديدا. انا كنت باخد مع مدرس مشهور جدا في الانجليزي، يعني بقى برضو مش هنقول هنخبي اسمه. كنت باخد مع حسن نجار، مع ان حسن نجار يعني عليه يمكن كلام كتير قوي ولغط كتير قوي، بس الراجل ده يا جدعان مرعب بصراحه. مرعب في حته ايه، في حته الكونسيستنسي بتاعته في استمراريته في النجاح في حياته يعني، على سنه وعلى التغيرات اللي بتحصل وهكذا، وطريقه مواكبته. يعني وقتها كان الراجل عامل اجمد مذكره، بعدها الكورونا جت بقى عامل اجمد منصه اونلاين بتاع. الراجل مستمر استمراريه رهيبه. انا مش عارف بصراحه وضعه دلوقتي ايه، بس انا بصراحه بحبه يعني. بغض النظر بقى، ناس هتختلف ناس هتتفق ناس ما بتحبوش وات ايفر يعني. بس الراجل ده كان كل اسبوع في امتحان كامل في الانجليزي على اليونت اللي هو خدها المره اللي فاتت. فكان الموضوع ده مخليني ان هو متوافق قوي مع الايدنتيتي بقى اللي انا بانيها، ان هو انا عايز كل مره احل امتحان وكل مره اقفل امتحان وبتاع. ف فكان الموضوع متوافق جدا مع الايدنتيتي دي. فمن ضمن بقى الامتحانات بتاعت الانجليزي او في اسلوب حل امتحانات الانجليزي عموما، ان انا كان هو بيحط سؤال الباراجراف وسؤال الترجمه في الامتحان برضه. يعني مثلا مش بيعمل امتحان على الحصه اللي هو ايه، على الكلمات اللي هو خدها او على الجرامر بتاع الحصه اللي فاتت، لا هو امتحان انجليزي كامل بس على اليونت اللي فاتت دي، زي ما انت هتشوفه في اخر السنه بالظبط. فدي كانت برضه من الحاجات اللي مكيفاني قوي يعني. وعشان بقى ارد له الجميل يعني، انا كنت بحل الباراجراف. آه، انا مش ضليع يعني، ما كنتش ضليع في الانجليزي وحتى الان مش ضليع يعني. بس كنت بقعد احل الباراجراف كأن ده الباراجراف اللي قدامي في امتحان ثانويه عامه. ويمكن بفضل الله ده السبب ان انا في ثانويه عامه اقفل الانجليزي واكتب باراجراف اللي هو ايه، بكتب قصه حياتي بقى في اخر السنه، وباراجراف تقراه لا تفهمه يعني، كاتب موضوع محترم يعني. لان هو بقى كان في الامتحانات يقعد مثلا يجيب لك ايه، يجيب لك حاجات غريبه، مثلا اللي هو مثلا يكتب موضوع عن الاحتباس الحراري، اللي هو انا ما اعرفش اكلمك عن الاحتباس الحراري بالعربي، مش عارف اكلمك عنه بالانجليزي. يكتب موضوع عن مش عارف العالم الفلاني، يكتب موضوع عن الذره في مش عارف ايه. فحاجات كانت في الدرس بتبقى some sort of انها تعجيزيه، بس كانت بالنسبه لي قمه المتعه بقى. وكان مثلا ايه، يبقى في الامتحان هو عامل لنا سطور كتيره كده، فكانت العيال تشغل دماغها بقى اللي هو ايه، يكتب على سطر ويسيب سطر. لا انا انا هكتب على كل السطور، وهخلص كل السطور، وهكتب لحد اخر نقطه في اخر سطر. فبرضه المايند سيت دي بتفرق معاك جدا، ان انت بقى خلاص، ما انا لما اكون مثلا على مدار الاسابيع دي كلها، شوف السنه فيها كام اسبوع مثلا، حليت كام، حليت 40 امتحان، كتبت 40 باراجراف. اكيد في الباراجراف ال 41 اللي انا هكتبه بقى في الامتحان بتاع اخر السنه، انا هكون في حته تانية خالص يعني.
ف... فدي برضو من الحاجات ايه اللي كانت مميزة يعني. طبعا يعني حتة بقى ان انا مثلا في درس الرياضة ده ان انا ما اخدش مع المدرس المشهور وبتاع، ده بصراحة كان مخليني طول السنة، لدرجة ان انا كاتبها دي كنقطة منفصلة يعني، حاسس بفومو، اللي هي الميسنج اوت. انا حاسس ان انا ميسد اوت يعني، لا انا بعيد. مع ان انا مثلا تقعدني مع اي حد انا بطل، بسد في اي حاجه، واي حد في الرياضه يا باشا ينزل لي يعني. بس العيال برضو اللي كانت بتاخد مع المدرس المشهور كانت عيال بالتلازينه يعني. مثلا هو بقى يقعد يديهم تريكات كده، تريكات جوه قوي، اللي هي اصلا لا بتيجي في امتحان ولا في اي نيله خالص، واللي انت بتحلها بس بطريقتك. بس يقعد بقى معاك الولد ده يحبطك بقى، يسبب لك احباط الدنيا والاخره. طبعا ممكن الموضوع ده دلوقتي اتحل شويه في حته ان انت ايه، بقت المدرس اللي انت عايزه بتحضر له اونلاين عادي. احنا كان وقتها في كباستي معين للدرس، فخلاص مش هينفع تروح، وطبعا طالما بدات ما كانش ينفع اغير. فالموضوع كان مسبب لي ازمه كبيره يعني. بس بصراحه يعني بعد ما خلصت ونقصت درجه واحده في الرياضه، انا نقصت درجه في الرياضه ودرجتين في العربي يعني. درجة واحدة في الرياضة، حسيت ان هو ايه، لا يعني للأسف احساس الخوف واحساس الميس اوت اللي كان عندي ده طول السنة ما كانش فاليد للأسف يعني. فلو انت دلوقتي بتمر بنفس الحاجة، نصيحة يعني ركز على المنهج وركز على المذاكرة. وضع الامتحان لا يعرف مدرس بعينه، فما تركزش في الحاجات دي. آخر نقطة هتكلم عنها في مرحلة أول الثانوية، هي ان انت وانت بتست الروتين بتاعك، وانت مثلا بتست اللي هو فكره ان انا هقفل السوشيال ميديا، انا هقاطع صحابي الفلانيين، انا هقاطع العلاقات اللي مش عارف ايه، انا هبطل كذا، انا هخلي كذا. دي كلها حاجات سلبيه فيها مقاطعات وترك وبتاع. في بقى حاجات ايجابيه بصراحه، دي انا لو كنت اعرف مدى اهميتها ما كنتش تخليت عنها. زي مثلا الرياضه، او زي ممارسه رياضه معينه، حتى لو الرياضه دي ان انت تكون بتمشي، ان انت تكون بتمشي كل يوم مثلا نص ساعه، من نص ساعه لساعه، ان انت تكون بتروح الجيم. اكيد مليون في المية. طبعا مش هقول يعني ايه اللي هو لو كنت بعمل ده كنت هجيب اكتر يعني، ما اعتقدش انا ممكن اجيب اكتر من الرقم ده. آه، يعني كان ناقص لي 3 درجات، مش الرياضه يعني اللي ايه اللي كانت هتجيب لي ال3 درجات دول بفضل الله يعني. بس الفكره فين؟ الفكره ان مش بص، الحياه مش درجات يعني. الخسائر الجسديه اللي حصلت لي خلال السنه هي ما بتظهرش في نتيجه الثانويه العامه، من المذاكره بقى والتأتيبه والقعده على المكتب وبتاع، كل ده ما بيظهرش في النتيجه. فانا بالتاكيد خسرت حاجات في السنه دي لا انصح تماما ان انت تخسرها. يعني اللي يقول لك بقى ان الثانويه العامه سنه التركيز المفرط فقط على المذاكره وبتاع مش عارف ايه، لا بصراحه انا يعني الكلام ده غلط. وانا لو رجع بيا الزمن تاني لا يعني هيكون في على الاقل ساعه في يومي للرياضه، لان انت بالفعل بيروح منك ساعات وساعات كتيره كمان يعني. مش هنضحك على بعض ان انت مش هتقعد تذاكر 24 ساعه. فالموضوع ايه، مش هنشتغل بعض انا وانت يعني. ف فلا بصراحه يعني الرياضه مهمه، لازم الرياضه تكون في يومك. هتفرق معاك في صفاء ذهنك، هتفرق معاك في استيعابك المعلومات، تفرق معاك في ترتيبك بقى لدماغك وليومك وبتاع، خصوصا لو بتمشي او بتروح الجيم او وات ايفر. ده هيعمل معاك فرق رهيب يعني. ارجوك ما تتخلاش عن ده. طيب هنروح دلوقتي لاخر 6 شهور في الثانويه العامه. احنا كلنا بنتكلم عن مرحله اول الثانويه، ولا اخفيك سرا ان انا تعبت من الكلام، وانا يعني والله صدقوني ما بحبش الكلام الكتير يعني. بس الفيديو ده لازم يكون فيه كل حاجه كده، عشان بقى بعد كده يعني لو احتاجنا نقطع منه ريلز او حاجه يبقى معانا كل حاجه يعني. بس ايه، حتى يعني انا اتوقع ان اللي هيتفرج على الفيديو ده هو شخص اما مثلا في ثالثه ثانوي وخايف او محبط ومحتاج حاجه تشحنه او تشجعه. فانا متاكد مليون في الميه ان الفيديو ده هيكون بيأدي الغرض ده باذن الله يعني. خايف يسبب احباط لناس، بس ان شاء الله لا يعني. لان برضو خلي بالك يعني، يمكن اديك برضو النصيحه دي دلوقتي. ايا كان الوقت اللي انت بتبدا فيه امتى، سواء هو دلوقتي فاضل لك 3 شهور على الامتحان، فاضل لك شهرين وات ايفر. طبعا يعني مش هنضحك على بعض ان انت 100% مش هتكون زي اللي بدأ من بدري. ممكن تشتغل وتفرم نفسك وتحصل معلومات وبتاع وكده. بس على الاقل مش هتكون زيه في المجهود النفسي والذهني يعني. هو بيعمل ده بمجهود اقل منك بكتير. انت ممكن ارتحت شهور قبل كده،
فهتتعب في اللي جاي، فربنا سبحانه وتعالى هيوفقك بلا شك يعني. فعلى حسب الوقت اللي انت فيه، انا مش جاي بصراحه اكلم حد اللي هو ايه انا فاضل لي شهر او ما ذاكرتش اعمل ايه وبتاع، لا انا مش جاي اتكلم في ده خالص. انا جاي اتكلم حد اما ان هو داخل ثانوي، او ان هو اصلا في ثانوي وبيذاكر وبتاع وعايز يسمع حاجه تشحنه كده يعني. طيب اخر 6 شهور، وخلينا نتكلم بقى عن الفتره اللي هي كان بيحصل فيها بقى امتحانات شامله في الدروس. والامتحانات الشامله دي كانت اللي هو ايه يعني امتحان بقى على كل اللي فات، اللي هو على نص المنهج او على 3/4 المنهج كده يعني. فانا كان المدرسين، احد المدرسين كان بيقول اللي هو ايه مجموعك في الامتحانات دي هو هيبقى نفس المجموع اللي انت هتجيبه في اخر السنه يعني. فانا بالنسبه لي برضو بقى، لو كانت الامتحانات اللي هي كل اسبوع دي مفيش هزار فيها، فانا كان حرفيا احساسي بالخوف في الامتحانات الشامله دي يعني اكبر 1000 مره من احساسي بقى بالخوف في الباقي يعني. خصوصا ان الفتره دي كان كل المدرسين بيعملوا فيها الامتحانات. دلوقتي بحس ان في يعني كل ما اتكلم مع حد يقول لي انا عندي امتحان شامل مش عارف ايه بتاع، فحاسس ان الفريكونسي بتاع الامتحانات الشامله زاد مع الشباب في ثانوي دلوقتي. بس انا وقتها عندي كان لا يعني، هو نادرا ما تلاقي حد ايه بعد ربع المنهج بيعمل امتحان، الاغلب بيعمل ايه في النص يعني. آه فانا فاكر يوم نتيجة امتحان الفيزياء الشامل، الامتحان ده انا كنت قاعد آه، طبعا كان كل مدرس قايل ان اللي هيقفل الامتحان هيبقى له هدية يعني. اغلب المدرسين يعني كانوا قايلين مثلا ان هو ايه يا اما يليك هدية هتاخد فلوس حاجة زي كده يعني. انا خدت تقريبا من نصهم بس يعني، ما خدتش من كله يعني. الانجليزي خدت، العربي خدت، الكيمياء خدت. الكيمياء خدت مش فاكر والله الكيمياء خدت ولا ما خدتش. الرياضة اخدت هدية آه، بس ما كنتش بقفل. بس كانت الناس بتديني هدايا من كتر ما هم شايفين ايه يعني، اما الدرجات عاليه قوي وقاربت على انها توصل للتقفيل خلاص، او ان في اجتهاد رهيب يعني. ف فانا فاكر يوم نتيجه شامل الفيزياء ده، احنا كنا قاعدين وكل بقى ايه مستني يسمع مين الناس اللي قفلت اللي هتاخد الهدايا، وكل واحد بقى يعرف درجته يعني. اكاد اقول لك ان طبعا يعني ان شاء الله ده ما يكونش كان فيه حسد او حقد او تبر، لان انا ما كنتش بحسد حد ولا بحقد على حد. اللي هو زي ما قلت لك انا مش شايف حد قدامي. اي حد بيذاكر او اي حد بينجح وبيجيب حاجه اعلى مني فور شور هو عنده حاجه احسن مني. فانا دايما بفكر بمايند سيت هو انا ازاي اكواير الحاجه دي، وازاي احصل الحاجه دي وتبقى عندي. فمش ببص له اللي هو ايه لا هو ما يستحقش وانا استحق، لا خالص يعني الحمد لله. ف... فاليوم ده بقى مشيت ما قفلتش طبعا، جبت تقريبا 28 من 30 في الامتحان بتاع الشامل ده. وخرجت بقى من النبي دانيال في محطة الرمل كده، خرجت من محطة الرمل مشيت لحد الإبراهيمية وبعيط بقى. بعيط اللي هو ايه لا يعني مش هينفع، كل اللي فات ده ما كانش كفاية، وكل اللي حصل ده ما كانش كفاية، ولازم اللي جاي هيبقى أكبر من كده. ويمكن برضو اللهم لك الحمد يعني من فضل ربنا ان انا ما استقبلتش الموضوع بالمايند سيت بتاعت ايه آه، ده هي ده هي باظت كده خلاص بقى، واللي هو يعني انا كل اللي بعمله ده وما جابش نتيجه يبقى انا مش هجيب نتيجه يعني. الحمد لله ان كان البرسبكتيف بتاع الموضوع ان هو ايه لا ده احنا ان شاء الله هنعمل احسن من كده يعني. ف فطلعت بقى اليوم ده زي ما بقول لك مشيت بعيط يعني. و وده كانت من برضه كانت من الحاجات الفارقه يعني في المرحله دي. ويمكن انت تاخد من ده بقى درس اللي هو بتاع ايه، بتاع فعلا حجم الموضوع بالنسبه لي كان عامل ازاي، وحجمه بالنسبه لك برضو المفروض يكون ايه عامل ازاي يعني. طيب برضو جت عليا كده ايه فتره اللي هي اخر فتره في السنه يعني، اللي هو في اخر 6 شهور. وسبحان الله برضو من ربنا يعني. وايه نزلت اصلي العصر كده يعني، سمعت اذان العصر فنزلت اصلي. وانا طالع وانا راجع كده في السكه افتكرت الحديث بتاع الثلاثه اللي اتحبسوا في كهف. و... واللي حصل وقتها ان الصخره نزلت سدت الكهف عليهم. فكل واحد دعا ربنا بعمل صالح ان هو يحقق له او ان هو يفرج عنهم موضوع الكهف اللي اتقفل عليهم ده. ف
نوح صحي طبعا، ربنا يستر بقى والفيديو ده يكمل يعني. فكل واحد دعا ربنا بعمل صالح ان هو ايه ربنا يفرج عنهم ما هم فيه. وربنا ايه لما كل واحد دعا ربنا فرج عنهم، ممكن تبقى تدور على الحديث ده لو ما تعرفوش يعني. فانا قلت ايه، انا قلت برضو يعني لازم بقى عشان الدعاء يكون في الجون، انا احاول اعمل عمل صالح وادعي ربنا بقى بالعمل الصالح ده ان انا ايه اوصل للي انا عايزه، وان انا احقق الهدف اللي انا عايزه اللي هو موضوع الاول على الجمهوريه ده. ف... فكان العمل الصالح اللي انا نقيته بقى وقتها ان انا ايه هنقطع تماما عن الاغاني يعني. انا ما كنتش عارف اذاكر غير وانا لابس الهاند فري، ما كانش فيه ايربودز بقى وقتها، لابس الهاند فري واغاني في ودني وبتاع وشغال اغاني بقى مهرجانات اللي يجي في السكه يعني. ف انقطعت بقى تماما، رحت بقى مسحت كل الاغاني. طبعا ما كانش في بقى انغامي وسبوتيفاي وقتها، كان في بقى بتحمل اغاني وبتاع، فرحت مسحت كل حاجه. وقررت بقى ان انا ايه آه مفيش اغاني تاني خالص، واستبدلت بقى الاغاني بقران. وده برضو ايه درس يعني، انت لو هتشيل حاجه بتستبدلها بحاجه تانية يعني، عشان خاطر الموضوع ايه ما تقعدش فاضي يعني. عموما سياسه ايه التخليه قبل التحليه يعني، انت لازم تمسح وتحط. فبدات بقى اسمع قران. كان بقى وقتها الشيخ العفاسي كان ما شاء الله يعني متالق، او انا يعني كانت بدايتي معاه برضو. ما كنتش دي بدايه التزامي يعني، كنت اللي هو ايه بسمع قران قبلها وبتاع، بس ايه يعني جت بقى معايا وقتها بالشيخ العفاسي قوي. كنت اقعد اسمع بقى مثلا ايه سوره النور، سوره الفرقان، سوره الاسراء، صور معينه كده انا فاكرها يعني. لدرجه ان سبحان الله من المفارقات يعني ان امتحان الدين جت فيه سوره النور. انا ما كنتش اعرف اصلا امتحان الدين فيه سوره النور، كنت مركز على المواد اللي في المجموع بس. فكنت ايه حافظها بقى من التكرار بتاع الشيخ يعني. كتبت الحته اللي جت كلها يعني، او الايات اللي جت كلها. فده كان موضوع ايه التوبه. طبعا لما بقى حسبت او خلصت الامتحانات الشامله بتاعتي، وحسبت المجموع بتاعي في الدروس بتاعه الامتحانات الشامله، لقيت ان المجموع ده بيوافق في ثالثه بقى بدرجات ثالثه ثانوي اللي هو كانت 410 تقريبا. 410. كان ده بيوافق حوالي 95%. طبعا بقى يعني وقتها طبعا فرحت يعني، مش هنضحك على بعض، لان اكيد برضه انا جوايا 1% كده اللي هو ايه يا اسطى انت يعني. احنا كلنا عارفين ان موضوع الاول على الجمهوريه ده احنا ايه بس عشان خاطر نسيت الاكسبكتيشنز بشكل سليم يعني، ويبقى الاوبجيكتيف مظبوط. بس يعني لو 95% في امتحانات بيقولوا انها اصعب من الامتحانات اللي بتيجي في الاخر، كل مدرس بقى بيستعرض يعني، فلا يبقى احنا كده هنعمل شغل جامد قوي في الاخر يعني. فايه الموضوع ماشي كده يعني. بص احنا محتاجين تقريبا نجيب شاحن. هو بيشحن اهو طيب. ف فالموضوع ايه آه... لما حسبت المجموع لقيت الدنيا الحمد لله ايه ظبطت يعني. طبعا بعد بقى ما المناهج ما بتخلص وكل مدرس بيخلص منهجه معاك، كل ما مدرس بيبدأ في المراجعة وهكذا. من الحاجات برضو المهمة جدا جدا اللي كنت بعملها في الفترة دي هي موضوع حل الامتحانات. ان انت امتحانات السنين اللي فاتت دي يا باشا بص كنت بفرمها يعني. والموضوع بقى مش بس ان انا بحل امتحانات، لا يعني انا بعمل محاكاة كاملة للامتحانات. يعني مثلا انا مش النهارده هقوم احل امتحان اسيوط 2000، او مش اسيوط، مصر ما فيهاش الثانويه العامه بتاعت مصر كانت تقريبا بتبقى واحده كلها امتحان. ده كان بيبقى في السنين الاولانيه يعني. بتقوم تحل مثلا امتحان سنه 2010 او 2008 او وات ايفر. فبتحل الامتحان ده مش بقى في خلال اليوم بقى وبراحتي وببص لا، انا قايم بحل الامتحان باجواء الامتحان بالكامل، اللي هو انا فاهم البيت كله ان انا آه، في الوقت ده لا يعني. ممكن اللي نايم ما بقولوش يعني، بس اللي صاحي انا دلوقتي قاعد بحل امتحان. جايب ساعة، جايب قلم جاف، جايب ورق فلوسكاب بتاع، قاعد بحل امتحان بمحاكاة كاملة. فتخيل بقى لما انت تقعد تعمل المحاكاة دي في مواد كتيرة في امتحانات كتيرة، والاقي مثلا ايه الاقي مواد معينة الوقت ما بيظبطش معايا فيها. حاجات بقعد فيها اكتر من الساعتين اللي هو هيبقى وقت الامتحان، حاجات بعطل فيها بتاع كل الكلام ده. طبعا يعني اكاد اؤكد لك ان ده كان بالظبط كانك انت لاعب ملاكمه مثلا، وعمال كل يوم قبل الماتش النهائي عمال بتقابل شخص بتتعامل معاه ان هو ده اللي انت هتقابله في النهائي.
فهو باب من ابواب التدريب بصراحه اللي ربنا وفقني ليها، واللي كان فضلها رهيب يعني. وهنا برضو يعني على ذكر حته المحاكاه، انا كنت عارف ان احنا في اخر السنه مش بنحل بالقلم الرصاص، وكل الحل بالقلم الجاف. فانا من اول السنه خالص وانا ما بستخدمش غير قلم جاف، حتى في الواجب بتاعي، حتى وانا بذاكر وبفهم وبتاع، فانا بستخدم القلم الجاف فقط لا غير. طبعا تقريبا خلاص يعني انتوا دلوقتي بتعملوا الام سي كيو ده، بتختار يعني بتلف في دوائر، فمش محتاج المعلومه دي في اي حاجه. طيب ايه الادعيه بقى اللي انا كنت ايه يعني بدعيها باستمرار خلال العام؟ برضو ان السؤال ده يمكن اتسالت عليه في مره وانا بتكرم يعني في احد التكريمات. بصراحه انا يعني كان ليا ادعيه ثابته مثبتها كده بدعيها، اللي انا فاكره منها كويس وبدعيه لحد دلوقتي، اللي هو اللهم وفقني وسددني وثبتني. التوفيق، توفيق ان انا ايه في العمل اللي انا بعمله ان انا احصل منه اكبر استفاده، والتسديد ان انا اكون مسدد، ان هو ايه مثلا ما بقاش مثلا اقف قدام كل حاجه واشك فيها كتير وبتاع وكده. والثبات طبعا ان انت تكون ثابت على الحاجه اللي انت بتعملها وربنا يثبتك عليها، وربنا يثبتك برضو وانت في اوقات التوتر واوقات الضغط واوقات لو انت في اللجنه وفي حاجات وقفت معاك وبتاع. فكان دايما الدعاء ده معايا يعني، اللهم وفقني وثبتني وسددني. كنت بدعيه بشكل كبير قوي. آه، وازعم يعني ان يمكن جزء كبير قوي من اللي انا حققته بفضل الله كان بسبب ايه؟ بسبب الدعاء ده يعني. آه، اخر نقطه خالص في الجزء بتاع اخر 6 شهور في وقت الثانوي، هي حاجه هقولها لك، لان انا عارف ان معظم الناس في الوقت ده بتصاب ببانيك، او بتصاب بحاله من ان هي ايه، آه، بتخاف شويه. فاللي انا عايز اقوله لك هنا، انا يمكن حتى ايه، انا يمكن هقفل الفيديو هنا، هخلي الجزء بتاع ليالي الامتحان ده هعمله في فيديو تاني، لان هو مش هيكون كبير. خلي جزء ليالي الامتحان ده والجزء اللي بعد الثانويه اعمله في فيديو تاني، ويبقى انت كده انا اديتك النهارده كل حاجه خاصه بما هو قبل الامتحان، اللي انت محتاجه يعني. لان الحاجات اللي في الامتحان دي كلها بقى ايه، حاجات داخليه يعني. طيب، اخر حاجه عايز اقولها لك واخر نصيحه عايز اقولها لك، ان انت ارجوك تحترم دماغك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا بتاخد، شوف كام ماده، 6 مواد ولا 7 مواد، وكل ماده فيهم ممكن تكون متقسمه لافرع، مثلا كيمياء فيها فرعين، فيزياء فيها فرعين، عربي فيه كذا، في كذا حاجه، رياضه فيها 4، مش عارف بقوا كام عندكم دلوقتي. فدماغك بقى بتحاول تصور لك ايه، ان انت يعني ان انت لازم دلوقتي لو انت عايز تستدعي اي حاجه ان انت تبقى فاكرها. انت لازم تبقى فاكر كل حاجه دلوقتي، والا لو انت مش فاكر كده يبقى انت المذاكره دي كلها راحت، وان انت كده رايح في داهيه يعني خالص، والموضوع مش طبعا يعني. طالما احنا هنقفل الفيديو بقى، خلينا ايه نشيل الشاحن. فانت لو مش فاكر دلوقتي كل حاجه، ولو انت مش حاولت تستحضر معلومه معينه وما جاتش، يبقى انت كده ايه اوت خلاص. فالموضوع مش كده خالص. انت دماغك بالظبط عامله شبه كانك بالظبط قدام المكتبه دي. المكتبه دي فيها كتب كتير جدا، والكتب دي فيها معلومات كتيره وفيها ادوات وفيها حاجات وفيها بلاوي زرقاء. هل انا دلوقتي فاكر كل حاجه موجوده في المكتبه، او هل عارف كل حاجه بالظبط ايه هي؟ لا. لكن لو انا مثلا عايز ادور على الكتاب الفلاني، هي دماغي هتبقى عارفه، او هروح في المكان المعين في المكتبه ده اسحب الكتاب هلاقيه. او معلومه معينه في كتاب معين، هروح المكتبه اسحب كتاب افتح صفحه معينه هلاقي المعلومه جوه. الفكره بقى ان انت دماغك بتمشي بنفس الموضوع ده. انت دماغك مترتبه كده، تعالى نتخيل انها خزنه كبيره قوي. الخزنه دي لما انت بتتسال سؤال معين، يعني ممكن مثلا دلوقتي اسالك على سؤال في حاجه معينه في مرحله معينه من حياتك من سنين، انت ما كنتش فاكره خالص ونسيه وبتاع، بس اللي هو ايه تقعد ايه ده، ده الوقت الفلاني حصل كذا كذا كذا، هتلاقي نفسك ايه افتكرت الوقت ده حصل فيه ايه. هي دي عمليه الاسترجاع. فعلى قد ما كانت قوه تثبيتك للمعلومات خلال السنه، على قد ما هيكون قوه استرجاعك ليها كويسه وانت في الامتحانات او انت في الاخر. فالرجاء هنا ايه؟ الرجاء هنا ان انت زي ما قلت لك تحترم دماغك،
وتفهم ان انت ما ينفعش تفتكر كل حاجه في نفس الوقت، وان انت اول ما هتحتاج حاجه من دماغك ان شاء الله هتلاقيها. آه، يعني الحمد لله ان احنا ايه، ربنا وفقنا ان احنا نتكلم في كل الحاجات دي. باذن الله ممكن يكون الفيديو الجاي، ممكن يكون مش الفيديو الجاي، اعمله كمان كام فيديو كده. بس اتمنى ان شاء الله ان اللي انا قلته ده يكون مفيد ليك، لو انت طالب في ثانويه عامه، او لو انت حتى مش في ثانويه عامه وخلصت وهتستفيد من ده في حياتك. الجزء اللي كان فاضل هو جزء خاص بقى بفتره الامتحانات نفسها، و وعن توفيق ربنا بقى للواحد في الفترة دي، والواحد كان بيعمل ايه وهكذا. حاجات كلها بصراحة لذيذة يعني. بس احنا كده الحمد لله خلصنا، ونتقابل بإذن الله في فيديو جديد، وربنا يتقبل يعني. شكرا لكم. خلينا نقفل الفيديو.